السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ده فطار اول يوم رمضان. ده مش بط، ده وز. كان عندي يعني في مربياه، فانا يعني اللي مش مشترياه يعني عندي بط وعندي وز، فقلت اغير يعني الروتين وكده واعمل النهارده وز. دول وزتين انا غسلاهم كويس جدا ونقعهم في محلول الملح ومنضفاهم جدا من الريش. فانا هعمل النهارده خطوه كده، يعني انا بحب اعملها في كل الطيور بتاعتي. بحب اجيب حله فاضيه واسخنها جامد. طبعا انا هنا مش بصدم، مش القصد ان انا اصدم ال- الطائر بتاعي او اللحوم بتاعتي عشان تقفل مسام. لا، انا قصدي ان انا اخد منها الميه اللي بتخرج منها دي. تمام، انا عندي فوبيا من الميه اللي بتنزل من الطيور يعني عامه يعني. فبحطها كده على النار، بغطيها. لونها بيتغير، لون الجلد بيتغير، وهي كمان بتنزل ميه كده. يعني احنا مش بننشفها قوي من الميه، بنتنزل ميه حاجات بسيطه كده ولونها يتغير. طبعا برمي الميه دي خالص، بتخلص منها وبديها شطفه، وبعد كده بقى ايه بستخدمها، يا بسلقها يا بتبلها عشان الشوي كده يعني. تمام، انا كده سايباها على النار تاخد كده ايه، تبك ميه. وهنا معايا ايه شويه الخضار دول. احنا مبدئيا مش هنشوي الوزتين ولا هنسلق الوزتين. احنا هشوي وزة، يعني هعملها روستو في الفرن، والوزة التانية هسلقها بطريقة طبيعية جدا عشان اخد منها شوربة. وفي نفس الوقت احنا جزئين، يعني احنا جزء بيحب الروستو وجزء بيحب الطيور مسلوقة محمرة بالطريقة العادية خالص. تمام، فانا هاخد هنا بقى ايه شرايح برتقان وشرايح جزر، شرايح بطاطس، شرايح بصل. وطبعا ممكن احط توم عادي مفيش مشكلة، بس انا هحط توم بودر. تمام، معايا هنا معلقة قرفة ومعلقة فلفل اسود ومعلقة بابريكا. وطبعا هنحط ملح. وهنا معلقة جنزبيل، بس طبعا يعني ايه ربع معلقة بتاعة الشاي. وكزبرة مطحونة وبهارات مطحونة. وده ورق لورا وحبهان مطحون. ومعايا معلقة صلصة ومعلقة دبس رمان ومعلقة صويا صوص. انا بحب احط الصويا صوص في اللحوم وفي الفراخ عادي مفيش مشكلة. وطبعا ده الملح. وهنزل بقى ايه بعصير برتقانة او نص برتقانة. ده طبعا البط اللي هو بيسموه بط البرتقان، فاحنا هنخليه بقى وز بالبرتقان. تمام، عملنا هنا عصير البرتقان كده عشان يديني صوص برضو. وهقلبهم كده مع بعض. وبعد كده برضو هحط لسه مكون تاني. انا حطيت يا جماعة توم باودر، بس طبعا هو يعني معرفش ظاهر عدى في التصوير في المنتجة يعني اللي وانا بمنتج. فانا بعد ما اقلبهم مع بعض كده هنزل بقى ايه بشوية زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون ممكن زيت عادي مفيش اي مشكلة. هنزل بزيت الزيتون دلوقتي ما تقلقوش. جبت هنا صينية او صاج وفرشت فيه في ارضيته فويل. وهنا الوز بتاعي كان بك مية ولونه اتغير اهو كأنه استوى. تمام، بس هو بك مية. المية دي بتنزل يا جماعة مية بدم، بتبقى يعني فيها شوية زفارة. فانا بحب انزل المية دي واتخلص منها تماما يعني. طبعا انا خلصت من المية وكبيتها وشطفتهم وحطيتهم تاني في الحلة. نزلوا لي بقى ايه السمنة اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا إيه خد مني لون كده، بس ما فيش اي مشكلة. طبعا السمنة دي انا مش هرميها، دي هتعمل لي شوربة زي الفل. يعني فاهمين؟ بكة مية دلقتها وشطفتها، الوزة او البطة او الفرخة او اي حاجة من اي نوع طيور بتبك مية، ادلقها واشطفها وبعد كده ارجعها تاني في الحله. تنزل بقى الزيوت دي، يعني انا ما بسيبهاش لما تبك كل الدهون اللي فيها، لا هي الميه الاولانيه بس اللي بتنزل منها. تمام، خدنا بقى ايه وزه من الوزات. حشيناها كده بالخضار بتاعنا اللي احنا كنا لسه مقطعينه مع بعض. الخضار ده بيطعم جدا جدا بطعم لحم الوزه او لحم البط او لحم الفراخ، بس احنا معانا هنا وزه. هنحشي بقى كده ايه الوزه بتاعتنا. وهنحط على الوش بقى ايه شرايح البرتقال عشان تديني لون حلو وفي نفس الوقت تديني كده مزازة. ده كان برتقال عندي يعني كنت جايباه للعصير. ده برتقال بلدي، اي نوع برتقال عندك مش هتفرق، بس طبعا مش سكري يعني ما ينفعش برتقال سكري. تمام، هيبقى تبقى مسكرة لكن احنا عايزينها مززة فيها مزازة كده. ماشي، حشينا بقى الوزة كده وهيفضل معايا الصوص ده.
هنرميه؟ طبعا لا، ده الصوص اللي هيسوي الوزة نفسها وهيديني لون حلو ومزازة. هنحط بقى ايه على الصوص ده؟ بصلايه كمان مبشوره ناعم، عشان تديني بقى ايه طعم برضو للوزة من بره. تمام. ممكن تستغني عن البصل ده بمعلقه بصل بودر، مفيش اي مشكله، وممكن تستغني عنها خالص، بس انا بحب احط البصل المفروم ده عشان يديني ايه قوام حلو قوي للصوص، بيطلع ميه كده وريحه حلوه قوي. هنا بقى ايه، حطينا الوزة كده في الكيس الحراري، وهندلق عليه بقى ايه الصوص. طبعا انا برضو هنا حطيت زيت زيتون، معلش انا ما خدتش بالي هو جه في التصوير ولا اتشال في المونتاج، بس انا حطيت زيت زيتون. احط بقى كده الشرايح البرتقال كده على الوش، وهنزل بقى بالصوص كده جوه الكيس. بصوا، وبعدين بقى هربط الكيس وافضل بقى اقلب في الكيس يمين وشمال كده، على اساس ان ايه الصوص يجي في الوزة كلها، في الوش وفي الظهر وفي الجناب بالشكل ده. طبعا انا كنت هنا الصبح، يعني الكلام ده كان الصبح، كان في حدود الساعة حوالي 10-11. تمام. الوزة سبتها تتسلق على النار، وطبعا دي هسيبها بقى ايه قبل المغرب بساعتين كده، ابتدي احطها في الفرن. نسيت اقول لكم يا جماعه، لو انتوا عارفين ان الوز بتاعكم يعني كبير في السن، يعني هياخد سوا، طبعا سيبيها نص ساعه كده في التتبيله دي، او البطه تسيبيها تتبل في التتبيله دي نص ساعه ساعه، وابتدي دخليها الفرن. يعني خلي عندك وقت، يعني يبقى في وقت للتسويه، لو هي بتاخد وقت. لكن انا هنا الامر مختلف، انا هنا سبتها طول النهار لغايه قبل المغرب بساعه ونص كده، ابتديت دخلتها الفرن بقى، لان انا عارفه ان الوز ده وز يعني لسه شمرت، يعني يعني صغير في السن. تمام. دي بقى الوزة التانية اللي هتتسلق، حطيت عليها التوابل بتاعتها، الشواحد بقى مع السمنة اللي نزلت منها دي، وبعدين اديت لها المية بتاعتها وسبتها على النار بقى ايه تتسلق كده. انا بسوي يا جماعة الحاجة على نار هادية، تغلي اروح موطيه واسيبها تستوي براحتها. تمام. هنا بقى عملنا كراميل، حطينا كوباية سكر تتكرمل كده وتاخد لون حلو، ما تغمقش عشان ما تمررش، وحطينا عليها كوباية من الخروب يتشوح كده مع بعضيه. وبعد كده هننزل عليه بقى بالميه بتاعتنا، مش هننزل برضه بميه كتير، يعني ده العصير بتاعنا. هنعمل النهارده على الفطار عصير خروب، وهنعمل عصير قمرتين. تمام. بصوا، انا برضو ما بحبش يا جماعه افرز العصاير، يعني في ناس بتعمل في فيديوهات، يعني طبعا كل واحد ليه طريقته، وكل واحد بألف هنا ليه. بس انا مش بحب افرز ولا عصير ولا فول ولا الحاجات اللي هي بتبقى يعني بتستخدميها كل يوم كل يوم، مش بحب افرزها. هنيجي بقى القمر الدين، قصقصناه وحطيناه في ميه سخنه يا جماعه مش مغليه، وهنسيبه لما يبوش خالص. وبعد كده قبل الفطار بشويه هنضربه في الخلاط، وهنحط معاه السكر بتاعه، وهنخففه بقى ايه قبل الفطار بشويه، وكده خلصنا من العصير. معايا هنا ملوخيه متفرزه، حطيتها في شويه شوربه وعملنا لها طشه. والاكل بتاعنا النهارده سهل وسريع، عملنا لها طشه كده، معلقه توم مع معلقه كزبره مع معلقه سمنه بلدي، وايه وهنسيبها تاخد لون، وهنطش بيها الملوخيه برضو على الفطار بعد ما الملوخيه تفك خالص، ونديها غلوه كده على النار. اكلنا النهارده سهل وبسيط عشان احنا عاملين كل التفريزات بتاعتنا. معانا هنا شويه شوربه من برضو بتاعه الوزه، حطينا فيها كيس من القلقاس اللي احنا مفرزينه، ينزل يطلع من التلج على الشوربه على طول، وحطينا معاهم مكعبين من السلق اللي احنا برضو محمرينه في السمنه، ولا بقى هنتعب ولا هنعمل اي حاجه. كده يبقى اكلنا خلص خلاص. احنا كده كنا على ايه، على وشك الفطار. هنا كنا خلصنا الفطار بتاعنا، وكان خلاص فاضل على المغرب حوالي ربع ساعة. حطينا الاكل كده وصبينا العصير، والوزة اللي هي مسلوقة حمرناها، والوزة التانية هي اتشوت معاكم. وهنا بقى كنا حطينا السفرة بتاعتنا. طبعا انا ما عنديش سفرة يا جماعة، انا بيتي بسيط جدا، احنا بنقعد على الارض عادي. هنا بقى كنت حطيت الاكل بتاعي كله اهو، العصير والبط بتاعي، قصدي الوز، مش عارفه ليه انا مصممه ان هو بط بس هو وز والله. وحطينا كل الاكل بتاعنا، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.